عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في وصفة جديدة اللي هي كيكة الذرع. سهلة وبنينة ومغذية. الناس الكل نعرفوا فوائد الذرع خاصة لصغيراتنا. نبدأ بالمكونات واللي هي مكونات بسيطة وموجودة في كل دار نتصور. 4 بيضات، 150 مليلتر زيت نباتي، 180 مليلتر حليب، 200 جرام سكر حبيبات، 150 جرام فرينة، 300 جرام ذرع، و10 جرامات خميرة مرطبات، و10 جرامات سكر فاني، وما ننساوش رشة الملح. نتعداو لطريقة التحضير. أول حاجة ناخذ البفريوة اللي باش نزينوا بها، نحمروها شوية في الفور وبعد نهرشوها. والتزيين اختياري، كل واحد شنو يحب، لوز، زوزة، فما شكون يعمل شوفان، شامية، ونجموا تخلطوهم الكل مع بعضهم. نبدأ مع بعضنا في تحضير الكيك. نفقصوا 4 كعبات بيض، نعملوا رشة ملح، نضيف السكر، ونحط السكر فاني، انا نسيت ما حطيتوش من اللول، ونربطوا الخليط بالباهي حتى نتحصلوا على خليط متجانس واللون يفتح. نبداو نزيدوا في الزيت تدريجيا حتى نكملوا الكمية الكل. ونضيفوا الحليب ونخلطه، وبعد نبداو نزيدوا في النواشف. الفرينة، البنات والذرع نغربلوهم بالباهي قبل ما نضيفوهم للخليط. Bonjour. ونضيفوا خميرة المرطبات، وبعد نحركوا بالباهي حتى نتحصلوا على خليط متجانس. بعد نفرغوا الخليط متاعنا في القالب بعد ما ندهنوه بالزيت أو الزبدة. ونزينوها بالبفريوة المهروشة بعد ما نحمصوها شوي في الفرن، وندخلوه للفرن المسخن مسبقا على 180 درجة لمدة 35 دقيقة إلى 40 دقيقة. وهكا حضرت الكيكة متاعنا، صدقوني جربوها باش ترجعوا تعاودوها كل مرة. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش تدعموني باللايك وتعليق والاشتراك في القناة باش تشجعوني نقدم وصفات أخرى. إلى اللقاء في وصفة جديدة من القلب.